إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اليوم نحن في دراسة اللغة العربية السهلة ونحن في الفصل السابع والعشرين. نحن اليوم في الفصل السابع والعشرين ونحن في الدرس الثالث في الصفحة 29 من الكتاب الخامس من سلسلة كتب اللغة العربية السهلة. نحن قرأنا قبل الأسبوع النص. نحن قرأنا النص الحوار بين حامد بين حامد وأبيه، ونحن فهمنا إن شاء الله، وأرجو أنكم تراجعون هذه الدروس أو هذا الدرس أو قراءة هذا النص. واليوم نحن نجيب الأسئلة التي تتعلق بهذا النص في الصفحة 29. نقول أجيب عن الأسئلة الآتية. رقم أول: أي سورة من القرآن الكريم قرأ حامد ومتى قرأها؟ معناه أي سورة. فلماذا هنا؟ لماذا أي؟ لأن في اللغة العربية يمكننا أن نجد أي أو أي. فهنا أي هنا مفعول به. الأصل هنا قرأ حامد أي سورة. قرأ حامد، وحامد هو فاعل، وأي هنا مفعول به، وقرأ حامد أي سورة. فهنا أي مفعول به يتقدم. فأي سورة من القرآن الكريم قرأ حامد ومتى قرأها؟ فنحن نفهم بأن حامد هو قرأ سورة الكهف متى؟ بعد صلاة الفجر. فالجواب: قرأ حامد سورة الكهف. قرأ حامد سورة الكهف بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر اليوم. هذا هو الجواب. الرقم الثاني: أي درس درس حامد في المدرسة وهل فهم ذلك الدرس بسهولة؟ أي درس، وأيضا كأي هنا مفعول به متقدمة، فنقول أي درس درس حامد، فدرس هو فعل، حامد هو فاعل. في المدرسة وهل فهم ذلك الدرس، معناه وهل فهم حامد ذلك الدرس. وفهم أين الفاعل؟ هو، تقديره هو، معناه حامد. والدرس مفعول به بسهولة، وسهولة عكسه صعوبة. الجواب: درس حامد في المدرسة درسا جديدا. درس حامد في المدرسة، أو درس حامد درسا جديدا عن المفعول به في المدرسة. في المدرسة. وما فهم هنا، وما فهم ذلك الدرس بسهولة. وما فهم، فنحن نزيد هنا فهم. وما إذا كان فهم معنى هو فهم. ما فهم هو ما فهم. وما هنا معنى فيها وما فهم ذلك الدرس بسهولة. وما فهم، أو ممكن أقول وفهم ذلك الدرس بصعوبة. أو ممكن أقول وأخذ حامد فهم ذلك الدرس وقتا طويلا. واضح؟ هذا الرقم الثاني. الرقم الثالث: كيف فهم حامد الدرس جيدا؟ كيف فهم؟ لأن الدرس صعب، وحامد أخذ وقتا طويلا لفهم هذا الدرس. فالآن السؤال: كيف فهم حامد الدرس جيدا؟
فنحن فهمنا من هذا النص أو من هذا الحوار بأن حامدا سأل مدرسه أن يكرر شرحه، والثاني بعد ذلك هو كون جملا بالمفعول به. فما هو الجواب؟ وفهم حامد الدرس جيدا، فهم حامد الدرس جيدا لما سأل مدرسه أن يكرر أو تكرير شرحه ثم كون جملا. معناه ثم كون حامد جملا، كون جملا بالمفعول به، وبهذه الطريقة هو فهم هذا الدرس. الرقم الرابع: ما هو الخبر الذي فرح به حامد ومتى عرف أبوه عنه؟ معناه ما هو الخبر الذي فرح به حامد؟ ونحن فهمنا بأن الخبر أن أخاه سيدخل أو سيدرس بجامعة المدينة المنورة في سعودي، وعرف أبوه في الصباح. فالجواب هنا الخبر الذي فرح به حامد إن أخاه سيدرس أو سيدخل أو سيدرس في جامعة المدينة المنورة في سعودي، أو أن أخاه أو عن قبول أخيه بجامعة المدينة المنورة في سعودي، وعرف أبوه عنه عن الخبر في هذا الصباح. الرقم الخامس: ماذا طلبت الجامعة من أخيه قبل السفر؟ ماذا طلبت الجامعة من أخيه قبل السفر؟ فالجواب: طلبت الجامعة من أخيه إرسال مفعول به إرسال بعض الأوراق المهمة إلى الجامعة. الرقم السادس: لماذا ذهب والده من هو أبوه إلى المستشفى، وما الدعاء الذي دعا به حامد لعمه؟ فما هو الدعاء لما عرف بأن عمه مريض والآن هو في المستشفى؟ فالجواب: ذهب والده إلى المستشفى لأن عم حامد لأن عمه مريض، والدعاء الذي دعا به حامد لعمه: شفاه الله طهور إن شاء الله. شفاه الله طهور إن شاء الله. فنحن إذا عرفنا أن أحد مريض فنحن نقول شفاه الله. إذا كان مذكر مفرد شفاه الله، فإذا كان مفرد مؤنث شفاها الله. ثم الرقم السابع: عين بعض الفاعل والمفعول به في الحوار واكتبه في دفاتركم. نحن قرأنا النص قراءة كاملة وقراءة صحيحة، وأنا بينت لكم في النص فاعل والمفعول به، وأحيانا فاعل هو اسم صريح، وأحيانا مفعول به هو اسم صريح، وأحيانا فاعل يكون في يكون ضميرا، أو مفعول به يكون ضميرا. فأنتم تقرؤون مرة أخرى ثم تأخذون أو تفهمون أو تبحثون عن الفاعل ومفعول به ثم تكتبون في دفاتركم. هذا الرقم السابع. ثم أخيرا الرقم الثامن: استبدل الكلمات الحمراء بالكلمات المؤنثة واكتب الحوار مرة أخرى. معناه إذا رأينا هذا النص الحوار هنا الحوار بين حامد وأبيه، رأينا هذا النص. فالآن في هذا النص نحن رأينا بعض الكلمات لونها أحمر. فماذا يريد السؤال؟ السؤال يريدنا أن نغير هذه الكلمات إلى مؤنث، مثال الأب إلى الأم، ابني إلى بنتي، حامد إلى سلمى مثلا، مدرس إلى مدرسة، وأخي إلى أختي، وعمي إلى عمتي.
ثم الكلمات التي تتعلق بهذه الكلمات بالكلمات الحمراء تتغير إلى المؤنث ونحن قد درسنا تصريف الفعل الماضي. مثال الفعل خرج، أنا خرجت، أنت خرجت، أنت خرجت، هو خرج، وهي خرجت، وهو خرج، وإذا كان مؤنث هي خرجت. وأيضا نعم مثل اسم الإشارة، هذا وذلك للمذكر، هذه وتلك للمؤنث، وتلك مؤنث. وأيضا اسم الموصولة الذي إلى التي مثلا، والضمير هو نعم إلى هي، هكذا. فنحن نقرأ مرة أخرى إن شاء الله. نعم ليس هناك مشكلة إذا فهمنا ونحن نقرأ بالمؤنث بدون أخطاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فالآن الحوار بين حامد وأبيه، فنقول الحوار بين سلمى وأمها. سلمى وأمها، فحامد يتغير إلى سلمى، وأبي إلى أمي، وهي هنا معناه سلمى ها. الحوار بين سلمى وأمها. الأب السلام عليكم، هنا الأم السلام عليكم يا بنتي. نقول يا بنتي اليوم يوم الجمعة، hari ini hari Jumaat. Hal qara'ti surah al-kahfi. Huna ta ila ti. Hal qara'ti, adakah kamu telah baca surah kahfi, surat al-kahfi. Wa Salma wa alaikumusalamu ya ummi. Wa alaikumusalamu ya ummi. Naam qara'tuha, maknanya saya telah pun baca surah kahfi lah. Ba'da salatil fajri, lepas pada salat fajar. Al-ummu ya binti adarasti. Ta ilati adarasti, adakah kamu telah belajar darsan jadidan al-yawma. Kama akhbartini amsi. Kama akhbartini muzakkar, akhbartani al-an muannath, akhbartini. Wa ti huna fa'il wa ya maf'ulun bihi, seperti mana yang kamu telah beritahu saya semalam. Salma na'am darastuhu. Darastuhu huna ma'nahu darsan. Darastuhu wa huwa huna ma'nahu darsan, wa huwa anil maf'uli bihi. Lakinnani akhadtu waqtan tawilan, tetapi saya mengambil masa yang lama li fahmihi, untuk faham. Hi huna ma'nahu ad-darsa. Fa ad-dhamir la yataghayyar. Limadha? Li'anna ad-dhamir yata'allaqu bi ad-darsa, bukan kepada warna merah ini ya. Al-ummu hal sa'alti mudarrisataki. Al-an hal sa'alti, bukan sa'alta. Mudarrisa yataghayyar ila mudarrisata, wa ka huna ila ki. Fa hal sa'alti mudarrisataki. Hal sa'alti mudarrisataki an syai'il ladzi ma fahimtihi. Fahimta ila fahimti ya. Fahimtihi, hi huna ma'nahu asy-syai'u. Salma na'am sa'altu mudarrisati. Saya telah tanya guru perempuan saya anhu, tentang pelajaran tersebut. Wahia mudarrisati, wahia karrarat, telah ulan syarhaha, syarhan dia. Ba'da dzalika, lepas itu, talabat minni. Dan makna guru perempuan saya tu, talabat minni, minta daripada saya, takwina al-jumal, untuk buat ayat ini, anil maf'uli bihi walhamdulillahi bihadhihi at-tariqah, dengan cara ini. Fahimtu hadzal darsa jayidan, saya telah faham pelajaran ini ya. Al-ummu alhamdulillahi zadakillahu ilman nafi'an. Zadaki, bukan zadaka. Zadakillahu, Allah fa'il. Wa ki huna maf'ulun bihi, ilman maf'ulun bihi athani. Maknahu tambahkan ilmu yang bermanfaat. Ya binti hal sami'ti al-khabar. Adakah kamu telah dengar khabar an qabuli ukhtiki. An qabuli ukhtiki, nam akhi ila ukhti, bijami'atil madinatil munawwarati fil mamlakatil arabiyyati saudiyati. Ha, fa Salma ma sya'allahu ma as'ada hadzal khabar. Maknahu bagusnya khabar tersebut, gembiranya perkhabaran tersebut. Ya ummi mata araftihi. Mata araftihi huna al-khabar. Mata araftihi, bila mak dapat tahu berita tersebut. Al-ummu wasalat risalatu al-qabuli.
telah sampai risalah qabul surat tawaran ini minal jami'ati fi sabahi wa talabatil jami'atu, dan universiti minta min ukhtiki daripada kakak awak ini irsala ba'dil awraqi, hantar beberapa awraq dokumen qabla safariha ilaha, qabla safariha fi syahri al-qadim, pada bulan hadapan. Al-ana hiya mashghulatun, dia sibuk bitajhizi ma talabat minha al-jami'atu, dia sibuk dengan benda-benda yang diminta oleh universiti. Salma sahalallahu umuraha, Allah permudahkan urusannya. Sami'tu anna ammati, huna ammi ila ammati, mak saudara, anna ammati maridatun, sakit, wa hiya al-an fi al-mustashfa, dan dia sekarang berada di hospital. Asahihun hadzal khabar, adakah khabar ini betul? Ya ummi, wa kaifa halatuha al-an, dan macam mana keadaan dia sekarang? Al-ummu na'am qad zahabtu ila al-mustashfa, saya telah pergi ke hospital li ziyaratiha, untuk melawat dia, untuk lawatan dia. Fi sabahi wa hiya sallamat alayki, dan dia beri salam kepada kamu. Sallamat alayki, fa salma alayki wa alaiha assalam, kepada awak dan kepada dia salam. Syafaha Allahu, ha huna isahu, syafaha Allahu tahurun insyaallah. Wadah. Famaknahu al-an nahnu naqra hadha an-nass bi al-muannas wa laysa hunaka mushkilah fi al-qira'ah, bal naqra'na bi suhulah insyaallah taala, bi syarti antum turaji'una ad-durus wa taktubuna at-tamarin, insyaallah antum tafhamuna hadhihi al-qawaid biidznillah subhanahu wa ta'ala. Fa nahnu natawaqqafu huna. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.